ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. جمعه مباركه. النهارده الجمعه بقى نزلت جبت كده طلبات اللي انا محتاجاها. عندي طلبات في الثلاجه وقلت ايه اللي انا محتاجاه كده انزل اجيب. اللهم صل على النبي. نزلت السوق اتصدمت من الاسعار نار كده. يعني ايه، انا ما عرفتش اجيب حاجه بجد والله. انتوا عارفين حبه الحاجات دول والله العظيم ب 350 جنيه اللي انا جايباهم دول. فيهم ايه ما اعرفش. اللهم صل على النبي. 350 جنيه غير البطاطس. البطاطس رجعت جبتها جبت 4 كيلو ب 50 جنيه. اللهم صل على النبي. غيرهم يعني غير البطاطس كده 350 جنيه. في ايه ما اعرفش. يعني الاسعار بتاعت الخضار والفاكهه ربنا يتولانا يا رب برحمته. اللهم صل على النبي. جبت 3 كيلو مانجا اهي. اول مره نجيبها السنه دي. يعني انا ما جبتهاش خالص. دي مانجا سكري اهو، جايباها اول مره السنه دي كده. كل سنه وانتم طيبين. جبت 3 كيلو هم. الكيلو ب 30 جنيه. اللهم صل على النبي. ب 90 جنيه دول ال 3 كيلو. بس حلوه. يعني انتوا عارفين ان السكري بتبقى يعني اكلها حلو عن الزبديه لسه خضراء وكده. دي بتبقى اول ما بتطلع بيبقى اكلها حلو عن الزبديه في الاول كده. وجبت اللهم صل على النبي 5 كيلو شهد. الناس بتقول عليه شهد وناس بتقول عليه شمام. هما الاثنين يمشوا مع بعض. نقيته صغير كده علشان ايه، في كبير الواحده 2 و3 كيلو. بس دي بتبقى تقطعها ايه بنت ساعتها ما نسيبش منها. جبت 5 كيلو ب 50 جنيه ب 10 جنيه الكيلو دول. واللهم صل على النبي. جبت البطيخه دي والبطيخه اللي هناك دي جبتهم البطيخه ب 20 جنيه. الاثنين الواحده ب 20 جنيه. وجبت دي ب 15 جنيه. اول مره اجيب النمس ده. بيقولوا نمس. اول مره اجيبه واجربه. قلت اجيبه واجربه اشوفه ايه حلو ولا ايه. وكان الراجل بيفتح منه كل ما يفتح واحده يلاقيها حلوه. انا عامه ما بحبش اجيب البطيخ المفتوح. بيقعد يسر مني كده في الشنطه، وما بتتقطع ما بتبقاش حلوه زي ما انت ما بتقطعيها في البيت. جبت دي ب 15. والبطيخ ده الواحده ب 20. بس خدوا بالكم برضو ان البطيخ ما عادش حلو. المانجا والعنب والحاجات دي ما عادش حلو زي الاول. خلاص بقى اكلنا منه لما شبعنا. دلوقتي مش حلو. وجبت اللهم صل على النبي العنب ده حلو برضه اهو. جبت اهو بصوا العنب ده. جبت الكيلو ب 17 جنيه ونص. جبت 4 كيلو 2 كيلو دوم 2 كيلو ودوم 2 كيلو. جبت 4 كيلو ب 70 جنيه. وجبت اللهم صل على النبي 4 كيلو بطاطس ب 50 جنيه ال 4 كيلو بطاطس. والبصل اللهم صل على النبي راحوا في حته ثانيه خالص. اهم جبت 4 كيلو بصل اهم ب 4 كيلو بطاطس ب 50 جنيه ال 4 كيلو اهم. وجبت 3 كيلو قوطه ب 15 جنيه. القوطه بقت ب 5 جنيه. غليت برده من بعد العيد اهو. حلوه بس حلوه يعني حمراء وحلوه. و5 هي مش غاليه قوي بس حلوه. وجبت اللهم صل على النبي 2 كيلو خياره اهي. ال 2 كيلو دوم الكيلو ب 7.5 عشان فيها يعني كبير وفيها صغير وكده. جبت ال 2 كيلو زي ما انتم شايفينهم كده ب 15 جنيه ال 2 كيلو. وجبت اللهم صل على النبي كيلو ونص بدنجان ب 10. والعروس بالكيلو وربع ب 10. بس انا ايه مش محتاجه العروس. قلت اجيب النهارده كده رومي اهو. جبت الكيلو ونص ب 10 جنيه. وجبت اللهم صل على النبي كيلو ليمون اهو. مع ان انا ما بحبش الليمون الاخضر بس هو اللي موجود بقى في السوق. ما فيش دلوقتي اصفر خالص. هو اللي موجود. جبت الكيلو ده ب 20 جنيه. شفتوا الاسعار غاليه قوي. وجبت اللهم صل على النبي جبت كيلو. بيستحمل الاخضر ده بيستحمل شويه في الثلاجه عن التاني. والتاني حلو والله برضه بيبقى في ميه وحلو ده كده. وجبت اللهم صل على النبي كيلو فلفل اهو رومي على حراق. جبت الكيلو ب 10 جنيه اهو. على فكره الحاجات دي انا جايباها من السوق. يعني مش جايباها من محلات ولا حاجه. يعني المفروض بتبقى ارخص من المحلات بكتير اهو. جبت كده ده كيلو كده ب 10 جنيه. وجبت اللهم صل على النبي 4 حزم خضره اهم. حزم كبيره كده وحلوه. الواحده ب1.5 جنيه. جبت ال4 دوم ب6 جنيه.
حلوين كده اهو. بقى بحطها في التلاجة بقى السلطه لحاجه ايه استعملها. وجبت دي ملوخيه اهي، عايزه بقى ايه اقطفها واشيلها. جبت ده كيلو الا ربع ملوخيه، الملوخيه كيلو ونص ب10، جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه. بصوا خضره وحلوه بقى. ودلوقتي اللي عايز يخزن ملوخيه يخزن، علشان هو ده وقتها، وهو ده ايه احلى وقت لها للملوخيه. وبعد كده بقى بت بتعمل تقوي كده، وتقوي صفرة كده وما بتبقاش حلوه، ورقتها تنشف. دلوقتي ورقتها طريه وحلوه اهو بقى. اللي عايز يخزن يخزن. واللهم صل على النبي. ده بقى مش عندي بقى بصل. البصل بقى ب20 جنيه يا جماعه. عمركم شفتوا البصل ب20 جنيه؟ واللهم صل على النبي. والتفاح البلدي اللي احنا كنا بنجيبه ب10 جنيه وب12 جنيه ب35 جنيه التفاح البلدي. والكمثرى لسه طالعه جديده برضه ب35 جنيه. الاسعار ربنا يرحمنا منها يا رب. وده بقى كانت مشترياتنا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. واشوفوا جمعه مباركه، واشوفوا الشكر على خير.